مرحبا يا جماعة، اليوم جبت لكم وصفة سمك بالفرن سهلة مغذية وما تاخذ وقت، كل البيت راح يحبها. نبدأ بصينية فرن نرص فيها قطع السمك، نتبلها بالملح فلفل أحمر ثوم وبهاركم المفضل. أنا هنا استخدمت بديل باودر للماجي. نضيف بصل باودر مع بصل طازج وفلفل حار مع بارد حسب ذوقكم، تقدروا تضيفوا تستبدلوا أو حتى تحذفوا بالمكونات براحتكم، المكونات مرنة. آخر خطوة مهمة، نضيف طماطم معصورة سواء طازجة أو معلبة حتى تعطينا مرق خفيف ولذيذ. نغلف الصينية بورق ألمنيوم ونعمل فيه ثقب أو 2 حتى يطلع البخار الزائد. ندخلها الفرن على نار متوسطة عالية حوالي 40 دقيقة أو حسب حرارة الفرن ونوع الصينية عندكم. بس كذا وتطلع وصفتنا من الفرن جاهزة للتقديم مع الأرز الخبز أو حتى بالملعقة إذا تبغوا شي خفيف. وصفة سهلة جدا ما تأخذ وقت ولذيذة، جربوها وشاركوني رأيكم بالتعليقات. لا تنسوا اللايك والاشتراك حتى نستمر مع بعض. ابقوا مستمتعين بأوقاتكم الثمينة في هذه الحياة. أترككم في أمان الله ورعايته.